السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي افضل حال. فيديو النهاردة مختلف شوية، مش هنعمل وصفة اكل ولا اي حاجة، بس الوصفة برضو النهاردة من مطبخنا ولكن للعناية ببشرتنا. لو انتي بتعاني من مشاكل ان شحوب كده في البشرة، شكل ايديكي بدأ يتغير، ظهرت بعض العلامات اللي بتضايقك، لو انتي طبعا بعد ال35 اكيد شكلنا كلنا او صحة جلدنا بتبدأ تتغير، بيبقى عندنا مسامات واسعة، شحوب في شكل الوش، الجلد بتاعنا بيبدأ يظهر علامات كده اللي هي مش عايزة اسميها تجاعيد بس بداية، خطوط تعبيرية. هقولك النهاردة على وصفة ممتازة جدا هتجدد الكولاجين في جسمك وهترجعك فعلا فعلا يعني 10 سنين لورا. عن تجربة جربي، هتحسي بفرق كبير جدا جدا وهتدعيلي ان شاء الله. اول مكون معانا النهاردة من مطبخنا وهو لبان الذكر. انا حابة اوريكم شكله. بصوا هو بيبقى حبيبات كده صغيرة وفي كبيرة، يعني حاولي تجيبي الصغيرة على قد ما تقدري عند العطار، يعني لو جبتي ب10 جنيه هيملالك برطمان. بس حاولي تجيبي من مكان مضمون علشان يكون نوعه كويس. بختار كده الحبوب اللي هي الصغيرة وبحاول يكون لونها غامق شوية علشان تبقى معايا يعني احسن شوية. باجيب معلقة كبيرة من لبان الذكر وبحطها في مج كده وبصب عليها كوباية من المية المغلية وبغطيها وبسيبها يوم كامل بليلة في قلب التلاجة، او لو طبعا في الجو البرد اللي احنا فيه ده تسيبيها بره عادي. تاني يوم بتقلبيها، بتبقى معاكي المية بتاعتها بتبقى لونها يعني او يعني لونها ابيض كده، شبه الحليب شوية، يعني الى حد ما شبه الحليب. هنا خرجنا كل المستخلص بتاع لبان الذكر من الحبوب اللي احنا حاطينها. لو تلاحظوا ان كمان لونها بقى فاتح بالشكل ده كده، ونزلت كل المادة اللي موجودة فيها وكل العناصر اللي احنا محتاجينها من لبان الذكر. باخد بقى المنقوع بتاع مية لبان الذكر ده وبحطه في طاسة كده، بس الأول هنصفيه مع بعض وبعدين هنشوف هنعمل بيه ايه. هنعمل بيه النهاردة كريم طبيعي جدا في البيت، حلو جدا جدا، هتقدري تستخدميه لإيديكي أو لوشك حسب المكان اللي انت حابة تستخدميه فيه. بجد بجد الوصفة هايلة جدا. هتفيدك حلو قوي 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 في ان هي تعيدلك شباب بشرتك من تاني. كل المشاكل اللي انت بتشتكي منها، لو بيظهر لك حبوب لحد دلوقتي، او لو بتعاني من مشكلة المسام الواسعة، او لو عندك مثلا خطوط رفيعة بدأت تظهر في البشرة، او لو رؤوس سودا عايز تعملي ماسك كده تعيدي نضارة بشرتك، جربي الوصفة دي النهاردة وان شاء الله هتعجبك جدا جدا جدا. انا هنا بعد ما صفيت المنقوع بتاع لبان الذكر ضفت عليه معلقة كبيرة من النشا. النشا الطعام اللي عندنا في المطبخ اللي احنا بنستخدمه عادي جدا، فبنستخدم معلقة كده من النشا على البارد وبقلبها في المنقوع بتاع مية لبان الذكر. كلها الوصفة دي ميزتها ان هي طبيعية جدا، كلها حاجات موجودة في البيت. لبان الذكر احنا بنجيبه اصلا في موسم الشتاء او يعني في فصل الشتاء بالذات علشان علاج الكحة او البلغم او المشاكل اللي بتحصل لنا في فصل الشتاء، فاكيد موجود عندك فلازم يكون موجود عندك اصلا في المطبخ. حتى المشروب بتاع المنقوع لبان الذكر مفيد جدا جدا للصحة، يعني مضاد حلو للأكسدة، بيعالج الرئة من مشاكل البرد زي ما قلت لكم. خليها عادة عندك وما تقطعيش لبان الذكر عندك من مطبخك. انا برفع الخليط بتاع لبان الذكر او منقوع لبان الذكر مع النشا على نار هادية بالشكل ده، اهم حاجة تكون نار هادية وايدك تستمر في التقليب بالشكل ده كده علشان ما يعملش معاكي تكتلات. بفضل اقلبه بالشكل ده لحد ما القوام يتقل معايا، بيبقى شبه المهلبية الخفيفة. انتي كمان بتشمي ريحة لبان الذكر طالعة معاكي. احنا الخطوة دي بتعمل ترابط للكريم وفي نفس الوقت بتعقم لي الخليط بتاعي، بيفضل معايا بقى في المرحلة دي، بيقعد معايا اسبوع في التلاجة ما بيجرالوش اي حاجة، لان خلاص اوريدي هو اخد يعني 3 4 غلوات حلوين كده على النار، فمش هيبقى فيه اي بكتيريا او اي حاجة تخليه يبوظ بسرعة. بعد ما بيبدأ يتربط معايا شوية برجع اصبه تاني في بولة او في اي حاجة نضيفة عندي. شايفين قوامه بدأ يتماسك ازاي، ولكن مش جامد قوي زي المهلبية، يعني هو يعني مهلبية خفيفة كده، شبه المهلبية بس على خفيف.
لونه مصفر شوية بسبب المنقوع بتاع لبان الذكر لونه بيبقى كده اصلا. بصبه كده في حاجة او في بولة او حاجة واسيبه شوية يبرد على جنب. وهو لما يبرد شايفين قوامه، بعد ما برد قوامه كمان تقيل معايا اكتر من الاول وبقى جيلاتيني بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. كده قوامه اللي احنا عايزينه، تقيل منك شوية مفيش مشكلة. في المرحلة دي بضيف عليه عصير ليمونة. طبعا عصير الليمون فيتامين سي طبيعي بيساعد على تفتيح البشرة. طبعا كلنا عارفين فوائد فيتامين سي للبشرة، احنا حاطين فيتامين سي طبيعي. بدأت هنا اضيف بقى الزيوت اللي هتغذي معايا البشرة. ضفت معلقة من زيت جنين القمح، ضفت معلقة من زيت اللوز، لو عندك زيت زيتون طبعا هيكون حلو جدا. بس انا نسيت اضيفه، انا ضفته بعد كده بعد ما خلصت تصوير وافتكرته. لكن لو انت طبعا عندك هتحطي زيت زيتون، زيت جنين القمح، زيت اللوز، الثلاث زيوت دولت معلقة من كل نوع مع معلقة من عصير الليمون، هنضيفهم كلهم على الخليط ده. تخيلي بقى كمية التغذية الرهيبة اللي انتي هتستخدميها في الماسك او في الكريم ده لما تحطيه على بشرتك. بالهاند بلندر او لو مفيش عندك زي ما انا عملت كده بالمضرب الكهربائي، وعملت بلندنج للخليط ده كله مع بعضه بحيث ان كله يدخل مع بعضه ويتجانس ويبقى معايا كريمي جدا. ويبقى شكله وقوامه معايا زي الكريم بالظبط. عملت له بلندنج هنا لونه فتح، كل حاجة دخلت في بعضها وبقى الميكس بتاعي جميل جدا. شايفين الكريم اهو، هستخدمه قدامكم على ايدي. حلو جدا جدا جدا. بيقلل المسام زي ما قلت لكم، بيخلي البشرة صافية جدا جدا. بجد بتصغري، يعني هقولك فعلا اللي هيشوفك مش هيديلك سنك ابدا. آه، بيعالج كل مشاكل البشرة زي ما قلتلك. هيخلصك من الجلد الميت، هيخلصك من الحبوب لو بيظهر لك حبوب. ده يعتبر كمان بديل آمن جدا للبوتوكس لما تستخدميه على بشرتك. طريقة استخدامه: بنغسل وشنا كويس بأي غسول موجود عندك، وبعد كده بتجففيه وتحطي الكريم ده تقريبا نص ساعة كده على البشرة، بتسيبيه بينشف وبعدين بتحسي ان بشرتك اصلا بتشد كده خالص. آم، بعدين بتشطفي البشرة بمية دافية وتستخدمي المرطب العادي بتاعك. انا لما بحفظه في علبة كده نظيفة وبحطه في التلاجة. لو انت عاملة كمية كبيرة وهتطول معاكي هتحطيها في الفريزر، استخدامه يوم بعد يوم. ممكن نستخدمه كمان تحت العينين في اي منطقة انت عايزة تستخدميها للجسم. بجد الوصفة هايلة جدا، اتمنى تجربوها. هتحسي بفرق كبير جدا من اول اسبوع. هتحسي ان بشرتك كده بتتشد، هتحسي ان بشرتك بتنور، وهتحسي كمان ببشرة صافية ونضرة. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، واتمنى اكون قدمت لكم وصفة جديدة ومفيدة. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.